تعال نقارن ما بين الاثنين دولت ونشوف مين المفروض يمشي. رودريجو انت ممكن تلعب جناح يمين، العب جناح يمين، ايه المشكله؟ رودريجو انت ممكن تلعب جناح شمال، ايه المشكله يا جماعه؟ ملعب جناح شمال. رودريجو انت ممكن تنزل نص ملعب مع بيلينجهام، يا جماعه انا بحب العب نص ملعب اصلا. رودريجو انت ممكن تلعب سترايكر، الفم حاجه. فينيسيوس انت ممكن تلعب نص ملعب، يا جماعه نص ملعب ايه؟ انا ما بدافعش اصلا. طب فينيسيوس انت ممكن تلعب سترايكر، يا عم سترايكر ايه؟ ما امبابي انا جايبه ليه امبابي اصلا؟ طب فينيسيوس انت ممكن ترجع تدافع، يا جماعه دافع ايه؟ انا نجم الفريق اصلا والمظلوم في البلندور، ازاي انا دافع اصلا؟ فينيسيوس انت ممكن تلعب ضغط عالي طب وتضغط وكده، يا جماعه ما انت عندكم مبابي، ما مبابي يضغط. طب انت بتعرف تعمل ايه يا فينيسيوس؟ لا انا يا جماعه انا بعرف احنكش واروح بسرعتي على طول واحد على واحد واعدي واجيب جون. ده فين ده؟ بص اهو طلع في ايدي. فانا من وجهه نظري كواحد مدريدي الراجل ده يقعد، المفروض ده كان يقعد وده اللي كان يمشي. اي حد بيفهم كوره مدريدي بالذات هيقول لك الراجل ده يمشي، امبابي يلعب جناح زي ما كان في الاول، رودريجو هنا واجيب سترايكر. وقول لي بقى من وجهه نظرك انت المفروض ايه اللي كان يحصل؟ ده اللي يمشي رقم 7 ده اللي يمشي ولا رقم 11؟ سلام.